ايه ده؟ معقول سعر العسل الابيض يوصل ل 150 جنيه وكمان مغشوش؟ والله ده حرام. تعالى اقولك ازاي تعمليه في البيت بكل سهولة ووفري فلوسك اللي تشتري بيها العسل المغشوش واوعي حد يغشك. تعالوا كده معايا الاول قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده ازاي نعرف الفرق ما بين العسل الاصلي من العسل المغشوش. دي نقطه مهمه جدا جدا، ناس كتير بتتصدم. يعني عايزه اقول لكم ناس كتير انا اعرفها يقولوا لي احنا جبنا كميه كبيره من العسل لانها رخيصه وجبناها على انها عسل اصلي وطلعت مغشوشه. انا شفت بقى طرق كتير على السوشيال ميديا ازاي تعرفي تفرقي ما بينهم، ولكن كل الطرق اللي هم قالوا عليها مش مقياس خالص لانك تجربي او تعرفي الفرق ما بين العسل الاصلي من العسل المغشوش. النهارده بقى انا جايبه لكم خطوه واحده بس هي دي اللي هتعرفكم الفرق ما بين العسل النحل الاصلي من المغشوش. تمام؟ طيب مبدئيا كده انا عايزه اقول لكم على حاجه. انتوا كده شايفين اللون؟ بص اللون ده زي اللون ده. طيب قولوا لي انهي الاصلي وانهي المغشوش. نجرب دي الاول. نجرب اللي هي البوله الكبيره، العسل اللي في البوله الكبيره. هنعمل الاختبار ده بخطوه واحده زي ما انا قلت لكم، وهو اننا هناخد نقطه كده، هناخد نقطه على ايدينا بالشكل ده كده. طبعا اللون زي ما انتم شايفين لون العسل الابيض بالظبط. عايزه اقول لكم بقى ده العسل الابيض اللي انا عاملاه في البيت معاكم، اللي هو اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو، هتشوفوا الطريقه بتاعته. اخدنا نقطه ودعكناها كده، سامعين الصوت ده؟ سامعين الصوت التلزيقه دي كده؟ ده اللي هو المغشوش. وكمان لما بنعمل ايدينا كده بتلزق وتطلع منها زي خيوط رفيعه كده. ركزوا معايا كده لما باجي احرك ايدي هتلاقوا خيوط كده. ايه؟ بصوا شايفين خيوط كده؟ ده اللي هو المغشوش. طب تعالوا للعسل النحل الاصلي بقى، ناخد منه شويه كده على ايدينا ونشوف هيعمل التلزيقه دي. بصوا بيجري في الايد كده زي الكريم، ما بيلزقش ولا اي حاجه خالص. وده الفرق ما بين الاصلي من المغشوش. عايزه اقول لكم بقى الطريقه اللي احنا هنعمل بيها العسل الابيض. هنجيب حله كده معانا على النار، هنحطها كده على النار وهنحط فيها معلقه كبيره من السكر، وهنحط كمان شويه ميه صغيرين، حوالي معلقتين من الميه. اول ما تبتدي تغلي كده من الجناب زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نقلب لحد ما تاخد اللون العسلي، وبعدين هنحط الميه. احنا لو هنعمل كيلو سكر يبقى هنحط لتر ميه. انا هعمل كيلو سكر دلوقتي فحطيت لتر ميه، ومش اقلبه ولا هاجي ناحيته خالص لحد ما السكر يدوب لوحده. هضيف كمان معلقه من العسل الجلوكوز لو موجود عندك، مش موجود خلاص. يعني هو لو موجود بصراحه بيفرق جدا جدا، مش موجود يبقى مفيش مشكله خالص. هنضيف بقى معلقه صغيره كده من الليمون، او ممكن نحط ملح ليمون على طرطوفه المعلقه كده، ملح الليمون لو موجود عندنا. بصوا بقى كده انا ما قلبتش خالص لحد ما السكر داب. بعد ما السكر يدوب ممكن تقلبي لو انت عايزه تقلبي. تمام كده؟ بصوا بقى انا سيبته يغلي اهوت، طبعا من غير تقليب ومن غير اي حاجه. بعد ما غلي بقلب فيه او اشوف بقى الجناب لو بدأ يطرطش كده على الجناب، بيكون عندي كوبايه فيها ميه متلجه وبفرشه كده ببلها وانزل كل الحاجات اللي هي الطرطشه اللي على الجناب دي، وده علشان ما يرجعش تاني يتحول لسكر ويبقى قوامه حلو زي العسل الطبيعي بالظبط. وهخليه كده على النار لحد ما يغلي. هو كده وصل للقوام اللي احنا عايزينه، فخلاص كده هسيبه لحد ما يبرد، وهو لما يبرد هيتقل. هعبيه بقى في البرطمان وهسيبه. انا سبته بس لما هدي وبعد كده حطيته في البرطمان عشان البرطمان ما يفرقعش. هسيبه لحد بقى ما يبرد تماما، وده بيكون شكله زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكله؟ ده العسل الابيض اللي معمول في البيت. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ وده بقى احنا هنعمله رمضان علشان الحلويات. عايزه اقول لكم لو قعد شهرين 3 ما بيجرالوش اي حاجه ولا بيسكر، وبيبقى جميل جدا جدا. اعملوه رمضان بجد واستحاله يسكر منكم، وطعمه تحفه. تقدروا تضيفوا بقى اي نكهات انتوا عايزينها، فانيليا، عود قرفه، اي حاجه، طعمه جميل جدا جدا. وده بيكون بديل العسل الابيض اللي احنا بنحتاجه ممكن في وصفات، ده البديل بتاعه. عايزه اقول لكم الناس اللي بتغش العسل بتعمله بالطريقه دي، بس بيضيفوا عليه شويه جزء من العسل الابيض علشان الطعم وما يبانش بس، لكن هو بيبقى معمول بنفس الطريقه. احنا مش بنقول كده علشان الناس تغش ولا حاجه، بس علشان الناس تخلي بالها. وانا شرحت لكم في الاول ازاي تعرفوا الفرق بين العسل الابيض الاصلي والمغشوش. وكل سنه وانتم طيبين.